ايه الحاجات اللي لو عملتها الملكة أنثى برج الأسد تبقى بتحبك؟ أول حاجة المعاملة السيئة. هي بتشترك مع أنثى برج الثور في النقطة دي، لأنهم عندهم نرجسية عالية جدا، فهم بيكرهوا ضعفهم قدامك. انت المفروض اللي تبادر وتحاول وهم يتقالوا عليك. انما اللي بيحصل هنا هو العكس، هي بتحبك، هي بتغير عليك، هي معجبة بيك وانت بتعاملها عادي، فطبيعي هتلاقيها متضايقة ومتنرفزة جدا وهي بتعامل معاك، فهتلاقيها بتعاملك ببرود ولا مبالاة. اعرف ساعتها انها بتعمل كده علشان بتحبك. الغيرة ثم الغيرة ثم الغيرة عند أنثى برج الأسد، ولأن الغيرة عند أنثى برج الأسد عالية جدا وبتبقى فاضحاهم تقريبا، ما بيهمهمش خالص هم وسط الناس والناس شايفة أو ما شايفاش. من كتر الغيرة بتلاقي الغيرة ظاهرة عليها جدا في تصرفاتها وانفعالاتها وحركاتها لدرجة ملفتة. لو عملت كده اعرف انها بتحبك. العلامة الثالثة والأخيرة على حبها ليك إنها بتفضل دايما بصالك وبتراقبك، ما بتشيلش عينها من عليك تقريبا، وده معناه إنها بتحبك، ومش بتحبك وبس، ده وصلت معاك لأعلى وأقصى درجات الحب والعشق. في نهاية الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس وتشترك في القناة، ولو في تعليق اكتبه في الكومنت تحت وأنا هرد عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.